اهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحه واحسن حال. الغده الدرقيه هي غده بتشبه في الشكل بتاعها الفراشه، وبتكون موجوده في الجهه الاماميه للرقبه، وبتعتبر من الغدد المهمه جدا في جسم الانسان لانها بتتحكم في العديد من الوظائف الحيويه، من اهمهم انها بتتحكم في معدل نبضات القلب وفي درجه حراره الجسم، وكمان بتتحكم في ضغط الدم ووزن الانسان. عايزاك تركز في النقطه دي. الغده الدرقيه في الجسم تعتبر كده كأنك بتسوق عربية وده الموتور بتاع العربية. وأنا النهاردة جاية أكلمك عن حالة شائعة جدا بخصوص الغدة الدرقية، وهي كسل أو قصور أو خمول الغدة الدرقية، واللي بنسميه الهايبوثايرويدزم. وقبل ما أكلمكم في أي حاجة فالمهم جدا إنك تعرف يعني إيه خمول الغدة الدرقية. ببساطة شديدة وبدون تفاصيل معقدة، يعني الغدة الدرقية مش بتنتج ما يكفي من الهرمونات، يعني مفيش هرمونات كفاية علشان تقوم بالوظائف الحيوية اللي انا قلتها لك من شويه. وانا عايزه اطمنكم جدا النهارده واقول لكم ان مشكله الغده الدرقيه دي الحل بتاعها في منتهى السهوله. لو فهمت كويس جدا ايه اللي بيحصل وايه اللي بيؤدي لخمول الغده الدرقيه، وعرفت كمان ايه الاعراض اللي ممكن لو ظهرت عليك معناها ده مؤشر وانك تبدا على طول تاخد الخطوات العلاجيه. وكمان هقول لك ايه التحاليل المطلوبه منك بالظبط، لان في احيان كتير التحاليل العاديه مش بتظهر النتائج او مش بتقول ان عندك مشكله في الغده الدرقيه. فلو حصل انك لقيت عندك الاعراض اللي هقولك عنها وعملنا التحاليل وطلعت النتيجه بتقول ان احنا عندنا مشكله في الغده الدرقيه، اتبع معايا النهارده شويه نقط بسيطه جدا هقولها لك. النقط دي كافيه ان قبل اصلا ما تستخدم اي علاج انك تلاقي تحسن ملحوظ جدا يمكن يوصل ل 80%، ومعظم الحالات بمجرد انها التزمت بالخطوات قبل ما تاخد اي علاج شافت نتائج ملحوظه ونتائج مهمه جدا جدا. فمن فضلكم خليكم معايا لانها تكون حلقة مهمة جدا. جزء مهم جدا هتكلم عنه ايه الاسباب اللي بتؤدي لخمول الغده الدرقيه. من اول الاسباب المهمه جدا وهو انك تكون بتتعرض بشكل مستمر لضغوط شديده او لقلق او توتر. لما بتتعرض لضغط نفسي او عصبي لفتره طويله فده بيعمل ضغط على الغده الكظريه، ودي غده بتكون موقعها اعلى الكلى. كل ما تضغط على الغده دي اكتر بيزيد هرمون الكورتيزول، وكل ما بيرتفع هرمون الكورتيزول او الهرمون المسؤول يعني عن التوتر وعن القلق فده بيؤدي على طول لقصور في الغده الدرقيه. سبب تاني مهم جدا وشائع جدا، والسبب ده بس لو قدرت تتحكم فيه فانت بتعالج تقريبا 70% من الاعراض او من التعب اللي بيظهر عليك، وهو كثره استخدام الجلوتين او المنتجات اللي بتحتوي على القمح. الجلوتين قبل اي حاجه فهو بيزود الالتهابات في الجسم كله. ده غير انك عايزاك تركز معايا في النقطه دي كويس جدا. التركيبه البروتينيه للجلوتين يعني التكوين بتاع الجلوتين مشابه جدا للتكوين بتاع الغده الدرقيه، وعلشان كده لما بتبدا تستخدم الجلوتين في بعض الحالات بيحصل ان الجسم بيبدا يضطرب وبيبدا يهاجم بسرعه الجلوتين، ولكن علشان تركيبته زي تركيبه الغده الدرقيه فهو مش بيهاجم الجلوتين ولكن هو بيبدا يهاجم الغده الدرقيه نفسها. واللي بينتج عن الموضوع ده هو مرض مناعي مشهور اسمه هاشيموتو. علشان كده لو كان عندك المرض المناعي ده فاكيد هيكون عندك قصور في الغده الدرقيه. السبب الثالث واحد من اهم الاسباب اللي عايزاك تركز عليها، ممكن تكون الغده الدرقيه عندك سليمه زي الفل بتنتج كل الهرمونات المطلوبه منها وبتقوم بعملها بشكل جيد. طيب المشكله ايه طالما الغده الدرقيه بتطلع الهرمونات زي الفل؟ المشكله ان الغده الدرقيه بتفرز نوعين من انواع الهرمونات، التي 4 والتي 3. التي 4 ده هو الهرمون الغير نشط، وعلشان يتحول للشكل النشط او الجسم يستفيد منه فلازم يتحول للتي 3. يعني التي 4 هو الهرمون الرئيسي اللي بتنتجه الغده الدرقيه، والمفروض علشان يبدا يشتغل بشكل قوي يتحول للصوره النشطه بتاعته او اللي هو التي
3. طيب هو بيتحول للشكل النشط فين؟ بيتحول في مكانين، اول حاجه في الكبد، تاني حاجه في الكلى. تقريبا 80% في الكبد و20% في الكلى. يبقى انت كده الغده الدرقيه عندك زي الفل، بتطلع الهرمونات بتاعتها، بس الهرمونات بتنشط في الكبد والكلى. والكبد والكلى لو كان فيهم مشكله، اول حاجه مثلا عندك الكبد لو كان في تشمع في الكبد، او كان عندك كبد دهني او التهابات في الكبد، فمع الاسف التي 4 ده مش هينشط خالص، والجسم هيفضل شايف الهرمون الغير نشط ده ومش شايف الهرمون النشط. اما بقى بالنسبه للكلى، لو كان عندك مشكله قصور في الكلى، او كان برضو عندك مرض السكر وده بيأثر على الكلى. وعلى فكره معظم الناس اللي بتعاني من ضغط دم مرتفع او مرض السكري، او ان عندها مقاومه انسولين او زياده في الوزن، بتكون معرضه بشكل اكبر لالتهابات الكبد والكلى. فبالتالي دي برضو هتكون معرقلات هتعوق تحول التي 4 للتي 3. سبب مهم جدا وهو نقص العناصر الغذائيه اللي بتساعد على تنشيط هرمونات الغده الدرقيه، واللي بتساعد برضو في تنشيط تحويل التي 4 للتي 3، زي الزنك واليود والسيلينيوم والحديد والاوميجا 3 وفيتامين بي 12. اخر سبب مهم جدا وهو اضطراب مستويات هرمون الاستروجين، وخاصه طبعا عند السيدات. وعلشان كده بنلاحظ ان معظم مرضى الغده الدرقيه بيكونوا سيدات بنسبه اكبر بكتير من الرجال. طيب امتى بيحصل اضطراب لهرمون الاستروجين؟ ممكن يحصل اثناء الحمل او بعد الحمل او اثناء الولاده او حتى اثناء فتره انقطاع الطمس. طيب جميل جدا، كده عرفنا ايه الاسباب اللي بتؤدي لخمول الغده الدرقيه علشان تبدا تحاول تربط الموضوع مع بعض. طب ايه الاعراض اللي لو ظهر عليك 1 أو 2 أو 3 مع بعض يبقى ده مؤشر مهم جدا ما ينفعش تتجاهله؟ يعني لازم فورا تبدا تعمل التحليل وتبدا على طول تعمل البروتوكول اللي هقول لك عنه. من اول واشهر الاعراض اللي بيشتكي منها معظم مرضى الغده الدرقيه وهي زياده ملحوظه في الوزن، مع انك ممكن اصلا يكون عندك فقدان في الشهيه. ده خد بقى الاصعب من كده، لما بتيجي تحاول تعمل دايت او تنزل في الوزن، مع الاسف بالرغم التزامك بالحميه بشكل كامل الا انك مش بتشوف اي تغير في الميزان. يعني انت اصلا ما عندكش شهيه للاكل، بتحاول تنزل في الوزن بتاعك ثابت وكمان زايد. عرض مهم جدا جدا، وعلى فكره العرض ده غريب، يعني لو جالك فده من الحاجات النادره اللي ممكن تيجي واللي ممكن ياكد ان عندنا مشكله في الغده الدرقيه، وهو احساسك بالبروده وعدم القدره على تحمل البرد، مع انك اصلا ممكن تكون موجود في جو حر. يعني انت مثلا مش موجود في جو برد او مش موجود في شتاء او مش موجود في اي مكان فيه برد اصلا، ولكن مع ذلك تشعر بالبرد الشديد. في عرض بتواجهه معظم السيدات وهو اضطرابات في الدوره الشهريه، سواء مثلا انه مش بتيجي في مواعيد منتظمه، وحتى لو جات بيكون في نزيف او بيكون في غزاره شديده في نزف الدم. ناس تانية بتبدا تلاحظ ظهور وزمات في الساقين مع بطء شديد في الحركه، والحركه بتكون بصعوبه مع الام في المفاصل وفي العضلات. عرض تاني مشهور جدا جدا وهو انتفاخ سواء في الوجه او حول العين او في اعلى الرقبه. من الاعراض الشهيره وهو التعب، الارهاق، الخمول، الاكتئاب، دايما بتشعر انك خارج المود او مزاجك دايما وحش. عرض بيظهر عند ناس او بعض من الناس وهو ارتفاع الكوليسترول الضار او ال LDL، يعني لما بتيجي تعمل تحليل بتلاقي ان الكوليسترول الضار نسبته مرتفعه عندك في الجسم. من الاعراض اللي بتظهر عند السيدات وعند الرجال وهو انخفاض الرغبه الجنسيه. اخر عرضين، اول حاجه بالنسبه للشعر بيكون في تساقط في الشعر، ومش بس كده، الشعرايه نفسها بتاعتك بتبدا تبقى خفيفه جدا وتتكسر بمنتهى السهوله وتلاقيها متقصفه، بالرغم ان الموضوع ده ما كانش عندك قبل كده. واخر عرض هختم بيه وهو الامساك، وخاصه انه امساك غير معلوم السبب، يعني انت مش عارف الامساك ده جالك ليه، مش عارف هو ايه اللي طرأ على جسمك. طيب دلوقتي انا لما ركزت لقيت ان عندي عرض او عرضين بس، عايزه اتاكد بشكل نهائي. دلوقتي يبقى اهم حاجه ان احنا هنعمل تحليل، بس اسمعوني وركزوا معايا في النقطه دي. التحليل العادي اللي حضرتك هتعمله هو تحليل الTSH والT3 والT4، ودي اشهر تحاليل موجوده للغده الدرقيه. لكن مع الاسف لو كان عندك المرض المناعي اللي زي ما قلت لك عنه من شويه اللي اسمه الهاشيموتو، فمع الاسف التحاليل دي مش هتبين ان عندك اي مشكله في الغده الدرقيه. وبالتالي لو التحاليل دي طلعت سلبيه ولكن لسه الاعراض موجوده عندك، يبقى هنعمل تحليلين تانيين. التحليل الاول انتي ثايرويد بيروكسيديز انتي بودي،
والتحليل الثاني انتي ثايروجلوبولين بادي. طيب ببساطه التحليلين دول هم تحليلات بنعملهم للاجسام المضاده، وبالتالي لو كان عندك النسبه بتاعه التحليل ده مرتفعه يبقى انت عندك اجسام مضاده، يبقى كده برضو عندك قصور في الغده الدرقيه. طيب تعالوا نبدا بقى في الخطوات العلاجيه. بروتوكول مهم جدا، اهم حاجه نحاول نفهمه علشان نقدر نمشي عليه بشكل صحيح. اول واهم واقوى خطوه في العلاج، واللي لو عملتها ممكن تلاقي تحسن ملحوظ جدا بيوصل ل 70 او 80% في بعض الحالات، وهو ان انت على طول تحاول انك توقف الجلوتين او اي منتج بتستخدمه بيحتوي على الجلوتين. وافتكر دايما ان الجلوتين هو العدو الاول للغده الدرقيه، فالجلوتين لو بطلته، ومش هقولك كتير، لو بدأنا من 3 ل 4 شهور هيحصل تحسن ممتاز جدا. طيب هنستخدم ايه بديل ليه؟ حاول تستبدله بالنشويات الصحيه المعقده العاليه في الالياف بتاعتها. عندك مثلا الرز البني، عندك الكينوا، عندك حتى البطاطا، سواء كانت البطاطا العاديه او حتى البطاطا الحلوه. اثناء ال4 شهور عايزاك تقطع حاجتين تانيين، اول حاجه فيهم وهو الالبان، خاصه اللبن البقري. اللبن البقري بيزود بشكل كبير جدا الالتهابات، وخاصه التهابات الغده الدرقيه، فتقدر براحتك تستبدل اللبن البقري اللي انت بتستخدمه باي لبن نباتي زي لبن اللوز او لبن الجوز هند او اي نوع من الالبان، بس يكون لبن نباتي يعني مش من مصدر حيواني. الحاجه الثالثه اللي احنا هنوقفها وهي السكر. السكر ومنتجات السكر بشكل عام برضو بتساعد على تفاقم الالتهابات. طيب ايه افضل بديل اقدر استخدمه للسكر؟ ممكن تستغنى عنه خالص وتبدا تستخدم الفواكه الطبيعيه، انك تاخد السكر بتاعك من الفاكهه. وعندك التمر من الحاجات الممتازه جدا في السكر، سواء التمر في شكله الصحيح او سكر التمر او كمان دبس التمر. قبل ما نبدأ العلاج في نقطتين مهمين جدا لازم تتأكد منهم، وهو انه الكبد عندك سليم والكلى عندك سليمة. اول حاجة محتاجين ان احنا نفحص الكبد، لو كان ان هو فيه اي مشكلة او اي التهاب ان احنا نبدأ نعالج الموضوع ده بشكل سريع. والحاجات اللي هقولك عليها دلوقتي دي بتعزز وبتقوي من صحة الكبد. عندك كل الورقيات الخضراء اللي هي الداكنة بالذات، وكمان عندنا الشمندر او عصير الشمندر، وكمان عندنا شاي الهندباء. تاني حاجة محتاجين ان احنا نفحص الكلى ونشوف اذا كانت الكلى فيها اي مشكلة، في قصور في الكلى، في التهابات في الكلى. بعد ما منعنا الحاجات الضارة اللي بتضر الغدة الدرقية، فمهم بقى ان احنا نبدأ ندعم الغدة بالفيتامينات اللي قلت انها بتبقى ناقصة او بيبقى فيها خلل، وده بيأثر على انتاج هرمونات الغدة. طيب زي ايه مثلا؟ اول حاجة مهم جدا 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 ان احنا نبدأ نركز عليه وهو فيتامين د. طبعا الاول احنا بنعمل تحليل وبنشوف اذا كان فيتامين د في مشكلة او في عجز او التحليل بتاعه مش مظبوط. لو كان مش مظبوط لازم نبدأ نستخدمه في شكل اقراص. طيب الفترة اللي هستخدم فيها فيتامين دي هتكون من 3 ل 4 شهور، وهاخد تركيز 10,000 تقريبا كل يوم. تاني حاجة عندنا فيتامين بي 12، مهم جدا ان احنا نبدأ نركز عليه. فيتامين بي 12 ده اقوى واحلى وافضل مصدر ليه وهو الافوكادو. لو اخدت ثمرة يوميا فانت كده بتاخد قدر كويس جدا منه. عنصر مهم جدا وهو الاوميجا 3. الاوميجا 3 او احماض اوميجا 3 الدهنية ده انت لازم تبدأ تدخلها في نظامك على طول. طيب ليه الاوميجا 3 محتاج تركز عليها؟ لانها بتعالج الالتهابات والالتهابات المزمنة، خاصة الخاصة بالغدة الدرقية. الاوميجا 3 بالنسبة للاكل موجودة في كل الاسماك الزيتية زي السردين والسلمون والماكريل والتونة. يعني مثلا لو اخدنا من وجبة الاسماك دي مرة او 2 اسبوعيا فده هيبقى ممتاز جدا. موجودة في شكل ممتاز في المكسرات، وموجودة برضو في البذور سواء بذور الشيا او بذور الكتان، وبرضو بتكون متوفرة في زيت جوز الهند او زبدة جوز الهند. لو حاولت تاخد اي حاجة من الحاجات دي وانت بتاخد 2 مرات اسماك زيتية في الاسبوع فانت كده بتمد جسمك بطاقة هايلة جدا من الاوميجا 3. طيب واذا كان صعب ان احنا ناخد الاوميجا 3 من الاكل يبقى هناخدها في شكل كبسولات، وهسيب لكم هنا الكبسولات هنا في مصر او هنا بره مصر. نيجي برضو لعنصر الحديد، نحاول نركز على الاطعمة الغنية بالحديد. عندك مثلا العدس، عندك البيض، وعندك كمان الورقيات الخضراء. يعني تحاول على الاقل انك كل يوم او كل يوم والتاني ان يكون في بيضتين في نظامك الغذائي، سواء تاخدهم في الفطار او تاخدهم في العشاء. نيجي برضو لعنصر مهم جدا وهو الزنك. الزنك هنستخدمه في شكل كبسولات، هسيب لكم هنا برضو في مصر وهنا بره مصر. اهم حاجة ان الزنك بيتاخد الصبح، يعني اول لما تصحى الصبح على الريق على معدة فاضية هناخد كبسول منه يوميا. اخر عنصرين وهو اولا
اولا السيلينيوم موجود بشكل قوي جدا في المكسرات البرازيليه، ولكن بيبقى ساعات صعب ان احنا نقدر نوصل ليه، علشان كده برضو هنستخدمه في شكل كبسولات. وهسيب لكم هنا في مصر او بره مصر السيلينيوم مش شرط ان انت تاخده الصبح زي ما قلنا على الزنك، لكن السيلينيوم ممكن تاخده عادي في نص اليوم. اهم حاجه افصل بينه بس وبين الاكل ساعه على الاقل. اخر عنصر مهم جدا وهو اليود ده موجود في اي اطعمه بحريه زي مثلا الاسماك البحريه، او زي مثلا الطحالب البحريه، او زي مثلا ملح الهيمالايا. بكده يبقى باقي في البروتوكول بتاعنا اخر 3 حاجات خاصين بالنظام بتاعك اليومي. اول حاجه لازم نتحرك، ما ينفعش ان انت تقعد مكانك طول الوقت وتبقى عايز جسمك يتعافى من اي مرض، مش بس من قصور الغده الدرقيه. لازم نحاول نعمل رياضه، او مش هصعبها عليك، حتى حاول ان انت تمشي. ممكن نمشي مرتين في الاسبوع، نمشي 3 مرات في الاسبوع، كل يوم لو تقدر، يعني دي اقل حاجه. ولو تقدر تعلي مستوى الرياضه بتاعتك برضو هيبقى ممتاز. مش عايزين اكتر من نص ساعه في اليوم. النقطه الثانيه انك لو كنت بتعاني من ثبات الوزن، خاصه زي ما قلنا ده من اشهر اعراض الغده الدرقيه، يبقى هنبدا نستخدم نوع من انواع الانظمه الغذائيه اسمه الصيام المتقطع. باختصار احنا بنقسم اليوم في الصيام المتقطع لجزئين. الجزء الاولاني بيكون 8 ساعات، ده اللي مسموح ليك انك تاكل فيهم. الجزء التاني 16 ساعة بس مش هناكل فيهم. طيب ال8 ساعات دول هل على مدار اليوم؟ لا، ال8 ساعات دول متصلين، وال16 ساعة برضو متصلين. وعايزة ابسطها عليك ان ال16 ساعة دول داخلين فيهم ساعات النوم، فهيرسوا برضو على 8 ساعات. اثناء ال8 ساعات اللي هتاكل فيهم نحاول نظبط الاكل بتاعنا ونلتزم بالعناصر اللي قلت عنها. نحاول على الاقل اللحمه بالذات يكون مره او مرتين في الشهر، بس انا عايزاك تركز بشكل اكبر على الاسماك او على الدجاج، وطبعا خاصه الدجاج المعروف المصدر او دجاج المزارع. اما ال16 ساعه الباقيين فمش مسموح ان احنا ناكل فيهم. ممكن نستخدم مشروبات، ولكن مشروبات بدون استخدام سكر او سكر دايت او عسل نحل. يعني ممكن تستخدم اي مشروب عشبي، او مثلا عايز تشرب شاي او قهوة، مفيش اي مشكلة، ولكن اهم حاجة بدون سكر. اخر نقطة هنختم بيها الحلقة ان احنا محتاجين ننام كويس. لو مش بتنام كويس فده بيأثر وبيضاعف احساسك بالارهاق وبالتعب والخمول، واللي بيعتبر اصلا من اعراض قصور الغدة الدرقية. احنا محتاجين ننام كل يوم عدد ساعات كويس، على الاقل من 6 ل 8 ساعات، بحيث ان انت تبقى واخد كفايتك من النوم، جسمك مرتاح، انت صاحي كويس وحالتك كويسة. وبالتالي هنبدأ نحد شوية من الارهاق اللي بنحس بيه بسبب الاعراض اللي بنشعر بيها واللي راجعة للغدة الدرقية. اتمنى اكون قدرت افيدكم في حلقة النهاردة وقدرت اقدم لكم حلقة مفيدة. لو عجبتكم الحلقة واستفدتم منها ما تنسوش تشاركوها مع غيركم علشان اكبر عدد منها يستفاد. وما تنسوش لايك الفيديو، سبسكرايب في القناة، وفعلوا علامة الجرس علشان توصل لكم كل الفيديوهات اللي هقدمها اول باول. وفي النهاية بشكركم جدا على وقتكم الثمين والذي لا يقدر بثمن. باي باي.